أسباب الفشل أكيدة، بس أسباب النجاح مش أكيدة. دي جملة قالها إسلام حسين اللي هو صاحب موقع ينفع في بودكاست مع دروس أونلاين على اليوتيوب. الراجل كان بيحكي على قصة نجاح موقعه، وإنه بعد خبرة وبعد شوية وقت بقى خلاص متأكد إن هو لو عمل الحاجة دي وش هتفشل، ولو عمل الحاجة دي مش أكيد إن هي هتنجح. يا لهوي على سيد السودا. في الماركتينج في جملة عبقرية بتقول don't make assumption، يعني ما تعملش افتراضات، والجملة دي استخداماتها كتير في الماركتينج. بس المهم في موضوعنا إنها بتخلي أي ماركتير شاطر أول ما تجيله فكرة مجنونة إنه يهدى ويروق ويسأل نفسه هل أنا عندي دليل على نجاح الفكرة لو طبقتها؟ في الماركتينج مش دايما بيكون عندنا رفاهيه ان احنا نستخدم استراتيجي تراي اند ايرور اللي هي جرب واغلط وتعلم وجرب واغلط وتعلم. طبعا فبيبدا الماركتير الشاطر ان هو يبذل وقته وفلوس ومجهود في انه يراقب البيزنس بتاعه، مش علشان يلاقي حاجه تنجحه لكن عشان ما يعملش حاجه تسبب فشله. لاهميه الموضوع ده في الشركات الكبيره احيانا بيعينوا ناس بس علشان يقيموا الاداء ويشوفوا ايه اللي وصلنا للنجاح ده او الفشل ده، فيبنوا بعدها استراتيجيز قايمه على ارقام ودلائل مش مجرد افتراضات. اللي بيحط بالطين ليه حاطه بيضه؟ فيبقوا عارفين ان في افكار خلاص هتفشل ما نعملهاش، ويجربوا حلول سيف اكتر قايمه على ارقام وداتا عندهم. اسمع يا جدع انت، انا طبيخي كل الناس بتحكي وتتحكى بيه. انت ولا ايه يا طنط؟ وانت مالك انت؟ انا بس كنت عايز افيدك. كلام كبير.